من فنون الأدب اختيار اللفظ المناسب في المكان المناسب وفي الوقت المناسب، ولذلك العرب كانت تقول للأعمى بصير، وللمريض معافى، وتقول للأعور كريم العين. لما سئل العباس من أكبر أنت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجاب بجواب فيه قمة الأدب، قال هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. سئل أحد الفقهاء ما حكم من يترك الصلاة، فقال حكمه أن نأخذه معنا ونذهب به إلى المسجد. بين كسر القلوب وكسب القلوب خيط رفيع اسمه الأسلوب. لو سمحتوا إذا نزلت شيء حاولوا إنكم تعلقون وتضحكون، إهمالكم وتقصيركم يجرح مشاعري.